لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اسينسيو هيا خطيرة با جول. كارلوس كاسيميرو يسجل الهدف الثالث على التوالي على أرضية الريال، ارتقى فوق الجميع وكأن الجول كان يقول سآتي بعد شوية، وجاء الهدف من كارلوس كاسيميرو، هو ثالث أهدافه في الثاني. بنزيما وإيسكو، دخل بنزيما أولا جول. كريم بنزيما الثامن يسجل الهدف الثاني لفريق ريال مدريد بدل الضياع ينهي المباراة. على اليمين حكيمي ضاغطين عليهم أربعة. شوف يا جماعة، حكيمي بيرفع، يا ولد لو طاروا من نصف فرصة لو طاروا. حكيمي قدر رغم الضغط عليه بالثلاثة إلا إن لو طاروا مع أول كرة عرضية طبيعية منطقية تتناسب وقدراته وإمكاناته، نجح أن يسجل المهاجم الهداف الموهوب بعد 8 مباريات صيام عن التهديف. ينجح لو طاروا من موقع انطلاقة. يا ولد لعيب ولكن هدف التعادل وغلطة الشاطر بألف يا رجل، غلطة لسمير أندانوفيتش اللي تألق وأبدع وتعملق في الشوط الأول، ويخطئ خطأ لا يغتفر أمام إليتش الصربي الصغير الذي شارك في وقت قاتل في نهاية الشوط الأول أو بداية الشوط الثاني. شفنا بعرض الملعب على طول عليه فوق، يا ولد ضربة راس صعبة على الحراس، أي والله صعبة على الحراس. سكرينيار في الوقت المناسب على طول. دفاع فريق الانتر يتقدم، والحل يأتي من الكرات العرضية ومن ضربات الرأس، ولتاني مرة الحل هو دائما ضربات الرأس. ينجح هدف أول. نعم، جارث بيل يسجل أول أهداف في اللقاء في اللحظة التي كنت أبحث فيها عن التصحيح معلومة نهائي 2008. يبدو بأن توتنهام عازم على الوصول إلى نهائي هذا العام. سيتي فرصة للتعديل، عرضية خطيرة. يسجل ستوك التعادل، يصل إلى مرمى أوغو لوريس برغبة أكبر في شوط المباراة الثاني، والآن يصل إلى المرمى نادي توتنهام. كرة بمحاولة وتسديدة وهدف التقدم يأتي. يسجل بين ديفيز بكرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وبالقدم اليسرى يضرب من بعيد ليصل إلى المرمى ويتقدم بنتيجة اللقاء بهدفين مقابل. هاري كين داخل منطقة الجزاء الآن. هاري كين يسجل الثالث وينهي الأمور. خلاص يحسم المباراة ويحسم تأهل ليفربول إلى المرحلة القادمة بانتظار معرفة الفريق الآخر اللي سيواجهه. قد يلعب الكرة على القائم الثاني، خطيرة رأسية. الله، ألم أقل لكم بأنها الفرصة المؤاتية لأن يسجل الميلان من خلال الركنية الماضية؟ فعلوا ذلك عن طريق من؟ رأس من كانت حاضرة موجودة، أنتربج الكرواتي. أول أهداف التركي هاكان جول ثاني يأتي للميلان، والأول هذا الموسم لهاكان التركي. يعرف مرمى النتيجة. الله،
هي البداية. كان هناك لدينا تصدي، لكن لويس ألبرتو في المتابعة يعيد لاتسيو لهذه المواجهة بهدف سجل في مرمى دوناروما. شوفوا، ولد بعد ذلك ميلانكوفيتش إلى إيموبيلي. الله على تمريرة من ميلانكوفيتش سافيتش، يمرر بالمقاس إلى تشيرو إيموبيلي، يضع يسجل لدينا هدف التعادل. الكرة هنا ملعوبة لمصلحة تورينو، تصويب، الله! الضيف الثقيل يا سادة، الضيف الثقيل الذي يسجل يتقدم أولا، يأتي بثقل الكبير لفريق تحمل الضغوطات، لفريق تحمل داخل منطقة العمليات. عرضية تأتي خطيرة، جول جول جول، الله! هي كانت جول، نعم، منذ كانت العرضية من الطرف الأيمن، ومنذ أن كان الوصول من الجانب الأيمن بالسرعة الحاضرة هنا، كان الهدف الأول بالفعل. روما يسجل أول أهداف في هذا اللقاء، روما عن طريق اللاعب. تأتي كرة خطيرة، هنا رجال الجل الروسي يظهرون في الأوقات الصعبة، نعم، ويصلون في الوقت الصعب ويتقدم. نفذ منقولة، كرة عالية، سمولينج سمولينج سمولينج، روسي، الله يا روما، الله يا روما. في 2016 كرة خطيرة جوه منطقة الجزاء، لعبت عرضية والتسديدة وجول، جول اليو ديونج. يا 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 وابتدى المشوار، ابتدى المشوار. 1/10، ولكن هنا في فريم مسطح جديد كده من ايفون، خلي شكل الموبايل تحس ان هو اوسع شويه او اكبر شويه، ولكن هي نفس حجم الشاشه. والتطور بقى التكنولوجي العظيم اللي عملوه في الشاشه بتاعتهم، الشاشه جايه من نوع OLED. لك ان تتخيل شكل الشاشه دي هيبقى عامل ازاي. للناس اللي بتحب بقى الموبايلات الصغيره، الايفون 12 ميني جايب شاشه 5.4. الشاشه على كلامهم والله اعلم يعني بيقولوا ان هم حاطين فيها قطع من السيراميك